السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح الطاقة الإيجابية، صباح كل يوم حلو بيعدي علينا وبتشرق علينا شمس جديدة من نعم ربنا دي علينا. إن احنا نصحى، نكون قادرين نعمل أي حاجة في بيتنا، إن احنا فينا نفس نتنفس. أول الفيديو كده احنا هنعمل روتين حلو كده محترم، وهنطبخ أكل حلو كده جميل لولادنا. طبعا انتوا عارفين انا الفترة دي تعبانة شوية، فأنا ما بحبش ان انا اقعد، اما بحبش ان انا يعني استسلم للمرض. بحب ان انا اشوف شغل بيتي بنفسي، وبحب اعمل كل حاجة بايدي. تمام، اول حاجة كده عملتها، صحينا من النوم وطبعا اتوضينا وصلينا وقلنا نعمل كده حاجة للفطار. فكان نفسهم جدا في شكشوكة. أنا ليا فترة ما عملتش شكشوكة، وكان زوجي بصراحة طالبها لأن بيعشق حاجة اسمها شكشوكة. فأول حاجة كده بدأت بيها كده، من أول اليوم قلت نفطر علشان إيه، كل واحد كده يمون البنزين بتاعه عشان يعرف يشوف إيه اللي وراه إيه. نشوف ورانا غسيل، نشوف ورانا ترويج البيت، نشوف كل واحد يروح شغله. كل واحد يعني سبحان الله كده ربنا مهيئه لحاجة معينة. فأنا قلت إيه، أبدأ لهم كده بأكلة حلوة كده يعني ترمهم شوية ويكون حاجة حابينها. فما حبيتش أسلق بيض، أو ما حبيتش إن أنا أعمل إفطار عادي، فقلت أعمل لهم الشكشوكة، حاجة بسيطة وحلوة كده وهتعدي اليوم كده وهتبقى سنداهم لحد ما إيه أخلص طبخ الغداء أو تجهيز الغداء. قطعت البصل وشوحته هنا بحتة زيت أو حتة سمنة بلدي اللي تفضليه، وقطعت عليه فلفلاية. الفلفل يا جماعة الفترة دي غالي جدا، والبطاطس غالية جدا، والطماطم غالية جدا، وطعمهم مش حلو. يعني البطاطس تلاقيه استغفر الله العظيم ووصلت 25 و30 جنيه، والطماطم بصوا تستصلحي منها بطلعان الروح، وبرضه ب20 و25. يعني ربنا يرحمنا برحمته. والحاجات كده تنزل أسعارها، والناس يعني والله يعني وحياة أولادي أنا ياما بجيب الحاجة غالية بقول يعني كتر خير الناس اللي مش قادرة. يعني في ناس بيبقى الدخل بتاعها على الكد، لما هجيب مثلا كيلو طماطم وكيلو بطاطس وعلى كيلو بصل مش هيفضل معاها حاجة. يعني بتطنش أو مش بتطنش، بتستغنى عن الحاجة دي وتقول نقضيها أي حاجة، بس ما عادش حاجة رخيصة الصراحة. فالناس هتعمل ايه؟ الله المستعان. فالواحد بيفكر في الناس اللي مش قادرة تجيب. كل واحد بيجيب وبيقول ايه، يعني أعدّيها بأي حاجة وخلاص، أو يوم حلو ويوم شعبي ويوم مش عارفة إيه عشان تعدّي. لكن الناس اللي الشعبي أصبح أغلى زيه زي اللحوم، زي يعني الناس تعمل إيه؟ ربنا يعين ويساعد يا رب، والدنيا دي تعدّي على خير، وربنا يعدّينا منها على خير يا رب، وهوّن يا رب على خلقك يا رب. جِبت الطماطم، جِبت 4 بيضات، دول بيض بلدي بتاع فراخ بلدي. زي ما قلت لكم مرارا وتكرارا نربي طيور في البيت. هاتي 3 فرخات 4 فرخات، ربيهم هياكلوا الفضلات البيت اللي هي بقوا شوية رز، شوية مكرونة عندك، شوية بقية أكل، فهيسدوا وهيبقوا ايه يعني ينفعوك في يوم زي كده. بيضة بيضة بيضتين أجمعهم يعملوا 4 بيضات معايا أعمل كيكاية، أجمعهم يبقوا 5 بيضات معايا أعمل صينية شكشوكة زي كده في الفطار، أعمل قرص عجة، أعمل حاجة حلوة كده بالبيض. البيض حلو جدا ومفيد للأطفال جدا، ومفيد لينا أنا ككبار. فيعني البيض ده ما نستغناش بصراحة عنه. بعد ما الشكشوكة عملت البصل وقطعت عليها الطماطم وكده، جبت البيض. بص هو بيض بلدي صغير جدا، بس هو ماشي الحال ومعدي الحال والحمد لله. احسن من بلاش، البيض البلدي احسن من بيض المزرعة طبعا. البيض البلدي لا يعلى عليه. كنت بجيب البيضة ب6 جنيه اللي هي البلدي، ولو لقيتها تلاقيها بطلوع الروح. فلما تجيب لك فرختين 3 كده وتراعيهم وبياكلوا يعني بياكلوا بواقي البيت. زي ما قلت لك، شوية عيش تبلهولهم كده مع شوية رز مع شوية ردة وكده،
في الأول هتحتاجي إن انتي تجيبي لهم كده يعني علف في الأول، إن شاء الله بإذن الله كده لو حابين إن أنا أصور لكم يعني أنا بعمل إيه أكل للطيور وروتيني مع الطيور والكلام ده، قولوا لي في التعليقات وأنا أعمل لكم إن شاء الله فيديوهات بكده، ده إذا حابين. فيعني الحاجة دي بتنفع جدا جدا، وأنا بفرح بالطيور، بفرح جدا بتربية الطيور في البيت. باحس إن في خير عندِك، في خير إن ممكن الدنيا مزنّجة معاكِ كده والميزانية بايظة خالص، ممكن تكوني مربية طيور فتاخدي منها وتذبحي فبتنفع. آآ الولاد نِفْسهم كده في تغيير، تعملي فراخ محشية، تعملي بطاية، كده يعني كُلّه بيسِد والله، كُلّه بيسِد وبينفع. خلّصنا فطارنا كده ونسمّي بسم الله كده ونشوف إحنا هنعمل إيه أكل. ده كان يوم الخميس يا جماعة بالمناسبة. كان زوجي جايب بامية، بامية كده صغيّرة على بامية كبيرة، يعني بامية للطبخ نعملها وِكَا، وبامية صغيّرة كده هاعملها كده طاجن بامية بالدمعة اللي هو براني، بنقول عليه كده براني باللحمة، أو طاجن بامية باللحمة زي ما البعض بيقولوا. نضّفتهم كده البامية بتاعة الطاجن عملتها كده مجمّعة، والتانية كده لو فيها خطوط هي مش صابحة بصراحة، هي البامية دي مش صابحة بس هي حلوة ولونها حلو. هي البامية البلدي اللي فيها كده جزء أحمر دي بتبقى عسل لمّا بتطبخيها، بتبقى زي السكر. جمّعتهم كده ونضّفتهم، كان في الفترة دي النور قاطع، فقُلت بدل ما أقعد أتسلى في الباميات كده لغاية ما النور ييجي، وكمان قشّرت توم، فقُلت أتسلى، وخدت كمان البصل قُلت مش هاعمله على الكبة، هاخرّطه على إيدي. باعمل أنا البامية إزاي عشان تطلع معاكِ حتّة سكر كده، باجيب حتّة دهنة طبعًا من دهن الأضحية، من دهن من اللحمة عندِك، دهن مشترياه من الجزار. على فكرة الناس اللي هتقول ياعو دهن ومش عارفة إيه، الدهن الحيواني صحّي جدًا، جدًا، أفضل 100 مليون مرّة من الزيوت المهدرجة أو من السمنة المهدرجة اللي بنجيبها ونطبخ بيها دي. فدي عايزة تطبخي لولادِك طبخ صحّي ويبقى أكلِك نَفَسه حلو جدًا، اطبخي بالدهنة، تمام. وأصبحت الدهنة غالية برضه جدًا، يعني ما فيش حاجة يعني بقت رخيصة، علشان الدهن ما يتحرقش منّي ويطلّع لي بُصّي السلي بتاعه كده فاتح وحلو وزي العسل زي ما أنتم شايفين كده، ومن غير ما يتحروق. لمّا باقطّع الدهن بارُش رشة ملح أبيض عليه، يخلّي لِك يتسلي الدهن ومن غير ما تتحرق معايا، وتبقى ريحتها حلوة ما فيهاش ريحة زفارة الدهنة ولا الكلام ده كلّه. خدت جزء من الدهنة للبصل اللي هاعمله تسبيكة للطاجن البامية، والجزء التاني بُصّوا شوّحت البصلة، بس خلّوا بالكم في الحتّة دي، اطبخي بالطريقة بتاعتي دي، طريقة أمي ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. في الطبخ كانوا بصراحة شوية الأكل دول في يومها أنا دُقت منه لإني تعبانة ومحذّرة عليَّ الدكتور إني ما آكلش مسبّكات وما آكلش الحاجات دي، بس أنا أكلت من البامية لإني أنا البامية بصراحة عجبتني وكنت عاملاها على شوربة وكانت حلوة كده وخفيفة. فأنا باعمل باخد حتّة بصلاية كده زي بصلاية متوسطة كده صغيّورة، وباشوّحها بحتّة دهن، تمام. وبعد ما البصلة تصفر باروح طافياها بربع كوباية مَيّة من كوباية الشاي دي، واحطها كده لغاية ما البصلة كده تدبل وتشرب كل مَيّتها وتنطر السمن بتاعها تاني. خليكم معايا مركزين في الحتة دي. هتاخدوا بأمانة والله هتاخدوا بأمانة شوية شوربة، أقسم بالله في حياتك هتقولي ما عملت شوية شوربة زي كده. بصوا البصلة بدأت اهو تشرب المية بتاعتها وتنطر المادة الدهنية، والبصل كله لون واحد واتهرت خالص ودابت خالص. بصوا معايا البصلة بقت دايبة خالص خالص، تمام. أكون محضرة التوم معايا، كان آخر حاجة عندي في التوم التفريز. عايزة يعني أفرّز يعني شوية توم، أستنى كده أقشّر شوية توم لإن بينفعني وبابقى مش فاضية بصراحة. وقبل كده كمان ما تبدأ الولاد في الدروس والدنيا كده وتبقى ضاغطة عليَّ، في وقت فاضي كده أتسلى في شوية توم، في أيام وقت النور ما بيقطع. أنا لمّا النور يقطع باتسلى في شوية توم، باجرطف لي شوية ملوخية واخزّنهم، أنشّفهم واخزّنهم. باستغل بصراحة في فترة قطع النور كده، ما تقعديش وتستني وتوقّفي الدنيا وتقولي لمّا النور ييجي، لأ لمّا النور مش عارفة، أنا ما باقفش لمّا النور بيقطع.
بشتغل على طول في اي حاجة كله بيفيد. اول ما البصلة كده شربت المية بتاعتها ونطرت السمنة بتاعتها، حطيت التوم شوحته تشويحتين 3، وبعد كده نزلت عليها باللحمة. طبعا ايدي في البصلة بتاعة التسبيكة، وايدي في عزكم الله في الايه، في الحلة التانية بتاعة اللحمة اللي هعمل عليها شوربة. بصوا انا ما حطيتش مية نهائي، زي ما بوريكم كده ما حطيتش مية نهائي. هفضل اقلب في اللحمة لغاية لما تاخد ايه ربع تسوية. عايزة اقول لكم على حاجة يا جماعة، يعني اعتبروها ثواب وصدقة كده لوجه الله. اي جزايز زيت عندكم يعني رجاء تاخدوها كده على النار، انتوا بتشغلوا بتطبخوا كده، حطيها كده جنب النار. هتقولي لي ليه وانت دخلت في موضوع تاني؟ لا هوضح لكم ليه. علشان الجزازة تسيح كده وتكرمش وتبقى حتة كده صغيرة، ومفيش حد من اللي بيعمل إعادة تدوير للزيت المستعمل يقدر يستخدم الجزايز دي تاني. في ناس بتستخدم بتاخد الجزايز دي طبعا بنبيعها بتاع الربابيكيا. في بتاع الربابيكيا بياخد الجزايز الزيت الفاضية على الكنزات، على البلاستيك اللي عندك قديم الحاجات دي. فلو هتبيعيها او هتتخلصي منها في الزبالة، لان برضو بيدوروا عليها في الزبالة بياخدوها، بيحطوا فيها الزيت المستعمل. الزيت المستعمل الله اعلم بيعملوا فيه ايه، بيحطوا له مادة كاوية ولا بوتاس ولا بيحطوا له ايه بالظبط، الله اعلى واعلم. علشان هم في معتقدهم ان هي كده بيكرروه، بس هم كده بيموتوا الناس بالبطيء. فانا اي ازازة زيت بروح مسيحاها كده، وبعد كده اتخلص منها ارميها، اخزنهم لغايه ما اجمعهم وابيعهم لبتاع الربابيكيا. زي ما انت عايزه، بس اعملي الحته دي عشان تاخد الاجر والثواب، ومحدش يستخدم الجزائز المستعمله دي تاني. بصي الدل على الشيء كفاعله، او الدال على الخير كفاعله. انا هعمل الحركه دي وهعلمك انت، وحد تاني هيعملها وهيعملها، فاصبح ما يبقاش فيه جزايز زيت مستعمله ما يستخدموهاش تاني. فالناس تعرف المغشوش من المش مغشوش. بصوا شوية الشوربة، طبعا التليفون سخن وحلف 100 يمين ما يشتغل غير لما يبرد. الجو حر 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 جدا. كنت هنا البصلة اتحمرت معايا، وحطت لها الطماطم اتسبكت، وكنت الطماطم ضربها على الخلاط، والشوربة زودتها واللحمة زودتها مية، وغلت لما أخدت 3/4 سوى اللحمة، وحطيت اللحمة في التسبيكة أو في الدمعة، تاخد لها غلوتين 3، وحطيت عليها شوية شوربة. تمام، هتدي طعم رهيب لطاجن البامية. البامية التانية اللي هعملها بامية ويكا. طبعا غسلتها طبعا مرة واتنين وتلاتة، وقطعتها رهيف زي ما انت شفتوا كده. وبعد كده هحطها في الشوربة، اغلي الشوربة وبعد كده حط البامية، وبعد كده البامية اضربيها في الخلاط، اضربيها بالهاند بلندر زي ما تحبي. اما التسبيكة بقى انا خدت جزء منها هعمل طاجن بطاطس، ولادي بيحبوا البطاطس، وفي البعض بيحب طاجن البامية، فأنا بحب أرضي الطرفين. بصوا البامية أهو مقطعاها ومجهزاها ومستنية بس الشوربة تغلي، وهضيف البامية الويكة عليها أهو، وتاخد غلوتين كده، وبعد كده أروح ضربها بالهاند بلندر أو بالخلاط. تمام يا جماعة، الهاند بلندر أنا الحتة اللي في النص دي طلعت خالص ومش لاقي لها تصليح. اللي يعرف إن ممكن ألاقي فين قطع غير ليها يقول لي يا ريت في التعليقات، جزاكم الله كل خير. بصوا الإضاءة عندي أو التصوير بتاع التليفون زي الزفت. يعني بصوا يعني لونها كان أحمر، هتشوفوه كده في آخر الفيديو طاجن البامية لونه أحمر ازاي. حطيت عليه اللحمة من فوق تاخد وش في الفرن، حطيت بصوا لون الصلصة عامل ازاي، وفي الأول كان لونها باهت ازاي. هي إضاءة التليفون يعني مش لون التسبيكة كده، لأ إضاءة التليفون. بصوا لونها حلو ازاي، حطيتها في الفرن الله عليها، ريحتها كانت مفحفحة. طاجن البطاطس كمان يا وعد عليه، حاجة كده يعني زي العسل. اعتمدي كمان الوصفتين دول تعملوهم في العزايم، حاجة كده يعني من الآخر، فخر من الآخر، وحاجة تشرف. وأحلى طواجن الطواجن الفخار، تعملي فيها الأكل بيخليلك الأكل في حتة تانية خالص خالص خالص، طعم وريحة ما أقولكمش. بصوا البامية بوريكم التليفون ربنا يهديه. بصوا مطلع لي لونها فانا بحاول احط ايدي كده اضاري كده الكاميرا شوية عشان ابين لكم لون البامية الاصلي او اللون الخضر بتاعها. بصوا لونها كده في اللون ده، اللون ده الاخضر ده هو لونها الطبيعي. التليفون مطلع لون تاني خالص خالص.
وبكده خلصنا الفيديو. ادعوا لي ولجميع مرضى المسلمين بالشفاء، واكثروا من الدعاء في الأيام المفترجة دي. ربنا يا رب يتقبل منا يا رب منكم صالح الأعمال. كل سنة وانتم طيبين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يا رب تكونوا استفدتوا. طبعا اللي وصل للحتة دي ما ينساش يصلي على النبي في الكومنتات، وما ينساش يحط اللايك والاشتراك. أعزكم الله وشكرا جزيلا.